انا جاي اجاوبك على كل الاسئله الخاصه بالمكيف الفريون المتنقل، وزي ما بقولك هو تكييف زي اي تكييف بالظبط، بيشتغل بالفريون ار 410 اللي هو بيبرد جامد جدا، وزيه زي اي تكييف اللي هو بيبقى السبليت او بتاع الشباك، الى جانب ان هو فيه 3 سرعات للمروحه عشان يديلك قوه لخروج الهواء ويبرد الغرفه، وزي ما قلنا ان هو بيبرد الغرفه لغايه ما توصل لدرجه 16. اما بالنسبه لحجم الغرفه فقلنا 15 متر يقدر ان هو يسقعها، بس المهم ان انت على قد ما تقدر تقفل الديفان والشبابيك عشان يقدر يديلك فوق. ده شكله من ورا بيبقى فيه 2 فلتر، وفي النص هنا هو الفتحه هتبقى بتاع خروج الهواء الساخن، وزي ما قلنا لازم تركب فيها خرطوم بيجي معاها زي اللي هوريهولك ده، وده بيتمد لغايه ما يطلع ل 2.5 متر، لازم تحطه بره في شباك او الباب عشان يطلع الهواء الساخن. اما بقى السؤال المهم، استهلاك الكهرباء ايه؟ انا من وجهه نظري بعد حسابات معينه ان هو بيستخدم نص الكهرباء اللي بيستخدمها التكييف العادي. في ناس بتقول ان هو بيستخدم اقل، ولكن بعد حسابات هو نص الكهرباء اللي بيستخدمها التكييف العادي. صوته هادي جدا، اقل من صوت التكييف العادي. اما بالنسبه بقى للسعر فسعره بيختلف حسب النوع، من اول 10800 لغايه 15000 حسب طبعا النوع والماركه والمميزات اللي بتختلف من جهاز للتاني. اما بقى السؤال الاهم، هو هينزل مصر امتى؟ في عدد من المراكز بدأوا ان هم يستوردوه من شهر 6 اللي فات، وان شاء الله يوصل على شهر 8 باذن الله، وحاليا موجود عند بعض المراكز، وبعضهم كمان عنده منه مستعمل، ولكن بمجرد ما المراكز اللي بعتت تستورده فعلا تنزل هنزل لكم بارقام تليفوناتهم واماكنهم ان شاء الله في الفيديو الجاي.